سلام البنات، كيف دايرين؟ بخير هانيين؟ كلشي مزيان؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيانين باحوال جيده ان شاء الله. كي دوزت هاد الايام من بعد رمضان كلشي بخير. اليوم غادي نحضر معكم لي باط مطيشه. بالنسبه للمكونات عندي معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، وعندي مزيج ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي التحميره، شويه ديال الخرقوم الصفر، شويه ديال البزار والسكينجبير والملحه والقليل ديال راس الحانوت، وعندي صدر الدجاج مقطع، وعندي واحد جوج مطيشات محكوكين وبصله صغيره محكوكه ونصف كاس ديال الزيت. بالنسبه لي باط هذا هو الشكل اللي خديت، هذا الشكل اللي كيكون عطاش كاين الكبير ديالو كاين الصغير. المهم هذا الصغير هذا خديت واحد طنجره الطبخ، درت غادي ندير ديك المطيشه والبصله وتشحروا مزيان. هنايا درت مطيشه محكوكه وبصله محكوكه مع الزيت. من بعد ما تشحروا شويه كنضيف عليهم داك الصدر ديال الدجاج اللي قطعت طريفات صغار صافي، وغادي نخليهم يتشحروا. عاد غادي نضيف ديك التوابل اللي عندي كاملين، غنضيفهم مره واحده. وغادي نضيف كذلك ديك المعلقه الكبيره ديال صلصه الطماطم وداك المزيج ديال القزبر والمعدنوس صافي، وغادي نخلي الكل مزيان ونخليهم يتشحروا مزيان. صراحه هاد لي باط هادو الا بغيتو نصدقوا لكم كاين اللي كيدير كلشي في خطره وحده وكيزيد عليهم، انا لا كنشحر، يعني ما شحرنا اي حاجه سواء الحليب طاجين كسكسو. ديك التشحيره الاولى هي اللي كتعطي البنه، عاد ما نخليوش عاوتاني يتشحر حتى تشحر شويه وصافي. من بعد عاد غادي نضيف القياس ديال الماء اللي غادي يقدني ديال لي باط صافي، وغادي نخلي الماء يطبخ. من بعد ما طبخ ليا داك الماء مزيان وداك الدجاج تقريبا طاب ومطيشه وكلشي، عاد غادي نبدا نضيف ديك لي باط ديالي صافي. غادي نضيف ونحاول نحرك باش ما يلصقوش ليا في الاول صافي. وهذا هو اخر حاجه، هذه هي اخر حاجه كندير. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال لي باط ديالي. كيجيو على هذا الشكل هذا، كتجي واحد المريقه خاطره لذيذه بزاف. راه نسيت ما درت فيديو فاش حطيتها في التفصيل، يعني غير صورت صافي. المهم هذا هو الشكل النهائي، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو خليو لي كومونتير زوين وجيم، والى فيديو قادم ان شاء الله.